بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. اليوم سوف أسعد بلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم أبو العمدة، وسوف نتحدث اليوم عن تربية الأبناء في الإسلام. طبعا احنا الموضوع ده بعض الإخوة اتكلموا معايا وقالوا لازم تتكلم في موضوع تربية الأبناء، لأن طبعا اليومين دول بنشوف من الأبناء ما لا عين رأت. يعني بنسمع كلام بذيء جدا. فطبعا دور الاب ودور الام ودور المجتمع في الاسلام ازاي يربوا ابنائهم. طبعا هيكون معايا فضيله الشيخ ان شاء الله، هنتكلم في الموضوع ده وهيتصل صدرنا ان شاء الله ونسمع فضيله الشيخ، وباذن الله نقدم حركه كويسه للاباء والامهات بحيث ان هم يحاولوا يربوا ابنائهم ازاي التربيه الصحيحه في الاسلام. اتفضل يا فضيله الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. فكل عمل ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أرجم. بسم الله. ونحمد الله عز وجل أن من علينا بنعمة الإسلام، والإسلام هو الذي يعز الإنسان المسلم. وبداية الحياة الكريمة تبدأ بأب وزوجة، أي زوج وزوجة. فهذه الحياة الله سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم وعلمه الأسماء كلها جعل من نسل آدم من يرث الأرض ومن عليها. والله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة، فإن لم يكن هذا الخليفة متأهل بالتربية الإسلامية على القرآن وهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودرب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنبدأ. القرآن الكريم يخاطب الجميع فيقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقي الله في المعاملات بين الرجل والزوجة. فبناء على ذلك نبدأ. أولا أو رقم واحد، يجب على كل إنسان ليشاهد ابنه ابنا صالحا بارا ينفع أبيه وأمه وأسرته والبيئة والمجتمع والوطن. هذا الابن يبدأ من ليلة الجماع. علينا الأب والأم أو الزوج والزوجة أن يتطهرا قبل أن يلتقيا للشهوة الزوجية، فيبدأ الابن يبارك الله عز وجل فيه. فليبدأ الإنسان في الجماع: اللهم جنبنا الشيطان وبارك لنا فيما رزقتنا. هناك أروي قصة عن هذا المجال في تربية النشء في هذه الحياة. رقم اثنين، الأب مسؤول عن ميلاد ابنه منذ البداية، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية بالتربية. إذا فرحنا بقدوم المولود ذكر أو أنثى فلنؤذن في أذنه اليمنى الأذان الشرعي. يبقى بداية أنا بعلمه هو إزاي يسمع نداء الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة وحي على الفلاح، والله أكبر ولا إله إلا الله. وأقيم الصلاة في أذنه اليسرى. ثم بعد ذلك يأتي الابن. نروي القصة لطفل اسمه عبد الرحمن في عصرنا المحاضر. هذا الطفل بلغ من السن 4 سنوات وأتم حفظ القرآن كاملا. فلفت نظر الشيخ هذا الغلام في التربية وسلوك هذا الولد دون الأبناء في الكتاب. ويقول أسيادنا رحمة الله عليهم عندما كنا صغارا في الكتاب: علموا أولادكم القرآن ويعلمهم القرآن كل شيء، تعلمه جميع الأشياء. فإذا بعبد الرحمن هذا كان نموذجا عبقريا فذا يحفظ كتاب الله. تديله ورد النهارده صفحة 2 3 يجي حافظهم، الشيخ يديله وردين 3 4 يحفظ القرآن دون أصحابه. فقال: يا عبد الرحمن ما لك إنك وهبك الله للقرآن يا بني. فأراد الشيخ أن يزور أبيه وأمه ليبارك لهما بعد أن حفظ عبد الرحمن القرآن كاملا فيما لا يقل عن 2 سنين. هذا الطفل ذهب إليه وعمره 4 سنوات، في عمر 6 حفظ القرآن. كانت المفاجأة من الأم التي تربي هذا النشء الصالح. قالت: والله يا شيخ كنت حامل به وأتوضأ وأصلي وأدعو له أن ينفعه الله بالقرآن والعلم. اللهم صل على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما وضعت هذا الطفل وهبته لله
وكنت لا أرضعه من ثدي حتى أقوم وأتوضأ وأكون على طهارة حتى يلتقم صدري وأنا على طهارة. فهذه كانت نعمة من لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها علمت ابنها وأنشأته على القرآن الكريم. ثم بعد ذلك عندما كبر ابني كنت أرسله إليك فأوصيه بالطهارة وأعلمه الوضوء للصلاة. أقول له: يا بني، إن القرآن يقول فيه عز وجل المولى سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فلا تمسك لوحك ولا مصحفك يا عبد الرحمن إلا وأنت على طهارة. فكنت أرسله إليك طاهرا متوضئا. قال: والله إن هذا الغلام كان يستأذن مني إذا نقض وضوئه فيذهب إلى الخلاء ويتوضأ ويأتي فأسأله أقول له: يا عبد الرحمن إلى أين ذهبت؟ فيقول: لأجدد الوضوء. ولا أفهم ماذا التربية هنا، أي أن هذه الأم علمت ابنها فحفظ ابنها القرآن. رقم 3 يا أستاذنا إعلامينا الكبير محمد ثروت المصري، بارك الله فيك، أفخر بيك قريب وابن قريتي التي خرجت من أهل العلم الكثير. فهنا دور الأب لا ينشغل بجمع المال والسفر وهكذا وكذا، لابد أن نحدد وقت للأبناء نعلمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10. هذه أول وصية من حبيبنا سيدنا النبي بعد الوصية الأولى اللي هي الأذان. فين؟ طيب هعلم ابني الصلاة. بعض الناس يخش المسجد عشان في خلاف بينه وبين جاره، يلاقي جايب حفيده وبعدين يقول: ايه العيال عاملين دوكا يا أخي، هذا هو النشء اللي احنا هنربيه. إن لم يتعود على المسجد فكيف يتعود إلى أن يأتي المسجد؟ يعني ائتي إليه إذا رأيت طفلا في المسجد فلا توبخه. الله يرضى عليك، تعالى طبطب عليه، خده بحنان، اديله حبات بونبوني، قالها كلمة طيبة، امسح على رأسه يا أخي، ربما يكون طفل يتيم هيحب المسجد ويسعى إلى المسجد. فها هنا لابد أن نهتم بالأطفال. خليه جار العمود وقف جنبه، والإمام ينبه يقول: الأبناء دول هم الثروة بتاعتنا ونشأ المجتمع القادم، وجيل بيرث جيل، لأن احنا كل 80 سنة الجيل اللي على الأرض مش هيشوف الجيل الثاني، لأن أعمار أمتي قال رسول الله بين 60 و70. فلنتقي الله في أولادنا، وليخشى الذين لو تركوا فليتقوا الله. يبقى هربي ابني أعلمه على الصلاة. عندي 10 سنين الجزئية الثانية بقى، أضرب ابني ضربا خفيفا غير مبرح على الصلاة. طب ما بالك يا أستاذ محمد يا ثروت يا مصري لما الأب هو ما بيصليش؟ يبقى أنا كده فسدت في تربية ابني. هأمر ابني بالصلاة وأنا ما بصليش؟ لازم تكون قدوة لابنك وتأخذ بابنك بيده إلى المسجد حتى وإن كان في الشتاء. تقول له: يلا يا حبيبي كده نونس بعض، تعالى، ده أنا بشوف ابن فلان في المسجد وبشوف ابن فلان في المسجد، تعالى اتفخر بيك لأن أنت ابني. ها هنا رقم 1. ده بعد كده التربية. ما كنش بدخن وأقول للولد: روح هات علبة سجاير، ويجي الاقي فجأة ابني كده يشرب سجاير، وبعدين اقول له: والله انت بتشرب سجاير ليه يا ابني؟ ما اذا كان رب البيت بالدف ضاربين فبشرهم بالخراب. يعني انت كده يبقى ما تقوليش الولد: خد هات علبة سجاير. استتر يا اخي، بعيد ابنك، ربنا يرفع البلاء عن المدخنين يا رب، وتبقى قدوة لابنك في كل شيء. لقيت واحد تاني جاي بيخبط على الباب سائل، علم ابنك على البر والصدقات، بدل ما انت تقول خد ادي الولد نصف جنيه، اديله بحسب المعونة 5 جنيهات. اعطي ابنك يتعلم منك البر، قول له ادي السائل يا ابني، واعزم عليه يشرب شاينا ياكل طعامنا. هكذا الحياة تدارس، ان احنا نجمع كده ابنائنا على الطاعة ونعلمهم البر. طيب، اول نقطة خطيرة بقى عندما يبلغ ابنك الحلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة ل7 واضربوها ل10، فإذا بلغ 21 عاما فاطلقوا له الحبل. صاحب ابنك بقى، إن كبر ابنك خويه. أول وصية سيدنا لقمان علمها لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من تلقنت لا إله إلا الله محمد رسول الله فلقنت الشهادة في البداية. يا بني، لازم يعلم. عندنا وصايا لسيدنا لقمان الحكيم في سورة لقمان في القرآن الكريم، لابد ان هي تدرس في المعاهد الازهريه، وتدرس في المدارس، وتدرس في البيوت، وتدرس في الشوارع. لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. علموا فضل الاب وفضل الام، عشان برضه بعد كده هو يبقى بار بابنائه زي ما انا بار. بروا ابناءكم يبرونكم في الكبر. يبقى انت تمشي على النهج كده.
ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ليه ربنا بقى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى علم ابنك على العقيدة، على الشريعة، على الشرع، على الدين، على الثبات. هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي سيدنا لقمان عليه السلام ويأمر أبنائه، بقى شوف الوصايا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طب دي مش تدرس يا مولانا؟ بالله عليك يا استاذ محمد ما تدرسش لابنائنا ونعلمهم نقول لهم احفظوا الايات ديت. يا بني اقم الصلاه، يبقى دي اول وصيه وصى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ابنائه. وبعدين سيدنا لقمان صرفهم كل واحده منهم عايزه شرح يومين ثلاثه. نختم بحيث جزئيه جميله كده: لازم ان انت تداعب ابنك وتضحكه وتوبخه. ابويا الله يرحمه كان لما يشتمنا ونغلط، فذات يوم تعلمت من ابويا كيف اكون مؤدبا مع ابي. فانا غلطان وطفل صغير لا ألف، لابد ان الاب يكون مدرسه. المدرسه بدايه من البيت، ثم بعد ذلك ياتي دور المعلم نتكلم عنه في الحلقه القادمه ان شاء الله. يبقى بعد كده ابويا وهو بيشتمني انا مش مستحمل الشتيمه، وبلا يعني ولد صغير بديله ظهري: يا مغفل يا ولد اجب. قال اجب حتى انتهي من التهزيء وانتهي من التوبيخ. هذا فضل أن تسمع لأبيك. شوف المدرسة، وأبي كان لا يكتب ولا يقرأ ولكنه كان أمي، خرج الدكاترة وخرج المعلمين وخرج، فعلمني كيف أحترمه حتى وهو يوبخني. فبدأت أحترم أبي وأحترم أمي وأطيعهما وأسمع كلامهما. وعلينا جميعا أن نتقي الله في أولادنا لكي نأتي بثمار هذا الولد المهندس والطبيب والدكتور والمحامي ورئيس الدولة والمحافظ والوزير هنا من أبنائنا. لابد ان احنا نقدم نشء لمصر الحبيبة وللعالم الإسلامي. تعالى أبنائنا كله فضل الله يرحم مولانا الإمام التقي الشيخ محمد شعراوي، كان هو اللي صدر العلم للسعودية وقالها صريحة وضيحة، قال: نحن مصر صدرنا القرآن والعلم إلى البلد الذي أنزل فيه القرآن والعلم. فكان قدوة لما تلاقي ابنك المصري تفخر بيه في كل مكان، زي مولانا الشيخ الشعراوي أو الدكتور أحمد زويل أو العلماء الكبار ده. هو دي النشء إن أنت تحط ابنك على الطريقة، والدكتور مجدي يعقوب وكل الحبايب النهارده مسعى دين لله وللوطن. فأنت سواء مسلم أو مسيحي لابد إن احنا نعلم أبنائنا على حب الوطن والانتماء وحب الأديان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله. يبقى احنا كده مشينا على المنهج، علمنا أبنائنا ناخذ القدوة سواء من المعلم، سواء من الأب، سواء من الأم، سواء من رجل علم مسلم مسيحي. العلم هو مقتضى، وينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. فعلينا أن نعلم أبناءنا كيفية الاحترام للكبير والصغير، ليس منا من لم يوقر كبيرا. علينا أن نعلم أبناءنا أن يطيعوا الله والرسول، علينا أن نعلم أبناءنا أن يحفظوا القرآن، علينا أن نعلم أبناءنا آداب الطريق، علينا أن نعلم أبناءنا كيفية التعامل واحترام القيم والمدرس والمعلم والأب والأم. هكذا نكون يا أستاذ محمد ننهي هذه الحلقة بتوفيق من الله. تعال شوف الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه لما بيقول لزوجته لقي البنت لابسة فستان قصير كده، لم يكلم بنته ولكن كلم الأم التي تربي. والأم النهاردة اللي بتعمل عليها دورين، ما تقولش إن أنا شغالة وبجيب فلوس في البيت. دورها الأساسي تربية الابن والبنت والنشء قبل أن تأتي بالمال، لأن المال كما علمونا آبائنا: ابني لابنك، ما تبنيش لابنك وابني ابنك، أو ما تبنيش لابنك وربي ابنك. يبقى هنا القضية منتهية. فالإمام أحمد بن حنبل ندع الزوجة الصالحة قال لها: يا أم فلان. قالت: نعم. قال: إزاي بنتك تلبس قصير؟ قالت له: لسه صغيرة لم تبلغ الحلم بعد يا إمام أهل العلم أهو. طيب يا عم. فقال لها: إن الصغير يتربى على ما تربى عليه. هتنشئ ابنك بنطلون مقطوع هيلبس بنطلون مقطوع، بنتك هتلبس لبس قصير تقول مش هتقدر تغيريها. يبقى ننشئ النشأ على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم إن من أبنائكم عدو لكم
فاحذروهم. ربنا سبحانه وتعالى ممكن تلاقي الولد نقمة أو نعمة، ربيته على الصلاح هيأتي بالفلاح ويأتي بالصلاح، ونسأل الله أن يوفق أبناءنا إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وإلى أن يوفقهم إلى العلم والقرآن، وأن يهديهم وأن يهدي بهم، وأن يجعلهم بارين صالحين بالآباء. ونسأل الله العلي العظيم أن يبارك في أبناء مصرنا وأبناء قريتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يجعلها في عليين، وأن يؤمنها كما أمنها في الكتاب المبين. آمين آمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاك الله خيرا الإعلامي اللي مجتهد وكل يوم بيستضيف من مشايخنا الأفاضل ويتنوع في الكلمات وعلى القناة، وبندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيلها وعمل الإعجاب وعمل المشاركات، فكلما تتم المشاركات تأتي الحسنات إليكم وإلينا وإلى صاحب القناة. أسأل الله له التوفيق، وإلى لقاء آخر في نفس الموضوع، لأنه يحتاج إلى كم منا، لأن بداية المجتمع وبداية الأسرة هي الأبناء، وتربية الآباء في الإسلام تربية وتنشئة عظيمة كي نأتي بجيل ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.